السلام عليكم. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. واهلا بكم في قناتي ومطبخي مطبخ لؤلؤ. معاكم وفاء امين. ايه رايكم؟ وصفه النهارده او فيديو النهارده هيكون عن الاكلات الشتويه الجميله. بجد هتعجبكم باذن الله. كفته الرز وهنعملها بصوص طماطم جميل جدا من غير اي افتكاسات، بطريقه زمان. بجد هتعجبكم، بس تابع الفيديو للاخر. يلا بينا نشوف المقادير ايه وطريقه التحضير ايه. بس يا ريت بعد اذنكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوها عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. يلا بينا بقى نشوف المقادير ايه وطريقه التحضير ايه. اول حاجه عندنا في الطريقه او المقادير، هنجيب بقى الكبه. طبعا هنحط فيها حوالي 3 بصلات على حسب طبعا اللحمه اللي احنا هنفرمها معاها، على حسب كميه اللحمه. هنفرم البصل الاول، هنديله فرمه كده، وبعد كده هننزل بقى طبعا ميكس من الخضره زي ما حضراتكم شايفين، وهنديها فرمه. وبعد كده هننزل بقى ب5 فصوص من الثوم المفرومين. هنيجي بقى للرز المطحون، حطيت كوبايه من الرز المطحون، عليها من ربع معلقه صغيره من الكمون، وكمان بهارات وكزبره جافه، ورشه من الفلفل الاسود، وكمان طبعا هنحط ملح وهنقلب. وعندنا بقى كميه اللحمه اللي احنا هنفرمها، هننزل بيها شويه بشويه، شويه من الرز المتبل. بعد كده بقى هننزل بقى شويه من نص اللحمه المفرومه، هننزل بالباقي. كده وصلت للقوام المطلوب. هسيبها ترتاح، لازم اسيبها ترتاح. بعد كده ما سبتها ترتاح، جبتهم بعد كده بصبعها زي ما حضراتكم شايفين. انا طبعا رشه على الصينيه بودره رز، يعني الرز المطحون، رشه كده تحت الكفته. زي ما انتم شايفين ما شاء الله بتتصبع معايا بكل سهوله ومش ملزقه. خلصت اول الكميه. هبدأ بقى في الكمية التانية. بصراحة قطعت معايا كمية كويسة. أنا على نص كيلو اللحمة حطيت حوالي كوباية ونص من الرز المطحون. قطعت معايا كمية جميلة جدا. حطيتها في الفريزر على ما أعمل بقى صلصة الطماطم. حطيت بصلاية صغيرة متوسطة مفرومة، شوحتها ونزلت بقى عليها من 4 فصوص من الثوم المفرومين، يدوبك شميت ريحتها. وبعد كده نزلت بقى بالعصير الطماطم أو الصلصة، ونزلت بقى بالتوابل، بابريكا ورشة بقى من الفلفل الأسود وكزبرة، ورشه بسيطه من ربع معلقه من الكمون. وقلبت الكلام ده كله، ونزلت بقى بمعلقه صغيره خالص بسيطه من السكر عشان تعادل الحموضه، ومرقه حسب الذوق، ورشه من الملح. وزي ما انتم شايفين جبت بقى الكفته من الفريزر وبقليها قدام حضراتكم في زيت سخن. طبعا اول ما نزلت فيها الكفته هديت عليها النار، وبعد كده زي ما انتم شايفين اهو طالعه جميله جدا. ولازم الطماطم طبعا تستوي تماما، لان انا الكفته مستويه زي ما انتم شايفين جميله جدا. حطيتها يا دوبك ما خدتش وقت معايا، لان طبعا الكفته مستويه. وغرفتها زي ما انتم شايفين جميله جدا، وعملت معاها رز طبعا بالشعريه، بجد تفتح النفس. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. لو عجبكم بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، واهم حاجه دوسي على زر الكل عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.